لزق في قلب الكرتون. ما شاء الله، يعني فعلا فعلا ما شاء الله ما شاء الله. بصوا بيلزق جامد وبيمسك، ده حاجه حلوه جدا، وده مش هيبقى حاجه وحشه او حاجه، لا ما شاء الله. بصوا الجمال، بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله. لا دي السرعه الثانيه. ده كده الرابعه، دي كده السرعه الرابعه. ده جميل جدا ان هو ما شاء الله زي ما هو جميل مختلف. اخيرا الحمد لله الحمد لله الحمد لله جبت العجان الحمد لله. بصوا بقى بعد طول انتظار رهيب، هو مش رهيب قوي يعني، انا كان نفسي ان انا اجيبه. بصوا انا ما كنتش خالص خالص في دماغي ان انا اجيب عجان، او بمعنى اصح ما كانش في دماغي. انا كنت بشوف يعني ايه ده، هو ده 3 في 1؟ هو ده 3 في 1؟ طب والله هنبقى مع بس ده مش 3 في 1. بصوا احنا هنفتح دلوقتي وهنشوفه، هو مفاجأة مفاجأة مفاجأة. انا كنت طالباه بقالي 20 يوم، بس مش من الشركة، من الراجل يعني، حد انا اول مرة اتعامل معاه، ان شاء الله تبقى فتحة خير. فكان هو موجود عنده اليوم اللي انا رحت طلبت فيه، كان هو اخر قطعة عنده. بقالها يعني كانت يعني طلعت من اسبوع. المهم جه تاني، جه لون ابيض، انا مش عايزه ابيض. جه اللون اللي بعد كده جولد فروز، انا مش عايزه جولد فروز. طب انت عايزه ايه يا ستي؟ انا عايزه اللون ده، اللون السيلفر ده، انا عايزه اللون السيلفر ده. الابيض يعني مش حبايه، بيتبهدل بسرعه ومش حلو قد كده في الشكل. الجولد فروز مش كنتش مياله قوي للجولد فروز، فانا كنت مياله للون ده وللشكل ده. الحمد لله انا ماشيه بالصدفه، انا ما كنتش رايحه له، انا ماشيه بالصدفه كده لقيته فاتح. انا عارفه ان كان هيجيبه النهارده، وكان قايل لي على ميعاد النهارده، وفعلا صدق، كتر الف خيره. راجل محترم عنده كل حاجه ما شاء الله، من الابره للصاروخ، معامله يعني فوق الوصف، ادب واخلاق واحترام. بصوا بقى انا ما كانش في دماغي اي حاجه خالص، وان انا اصلا اصور حاجه دلوقتي. انا هفتحه وهوريه لكم. ماشي احنا ملزقين ياسمين خلاص أهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، حاجه الله بجد روعه بجد روعه. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the بس في ناس هي بتجرب فيه. انا محتاجه ايه؟ انا عندي المفرمه دي موجوده عندي، ما استخدمتهاش من يوم ما اتجوزت. عندي الخلاط، عندي الخلاط اللي هو مع الكيتشن، وعندي خلاط تاني جديد انا لسه ما فتحتوش. انا برضو ورا هبقى افتحه اعمل معاكم في حاجه مره. فانا كنت حابه اللي هو 1 في 1 مش 3 في 1. دي جميله وحلوه قوي، ان هي فيها مكنه بسكوت. مكنه المفرمه دي فيها مكنه البسكوت، ان انت زرار بتضغطي عليه وبتعملي البسكوت، غير الناس اللي هي بتقعد ايه في العيد بتقعدي تلفي، او محتاجه حد يلف معاكي، لا دي بتسهل عليك. بس انا ما كنتش محتاجه اللي هو الخلاط، وما كنتش محتاجه المفرمه، لان هم عندي وانا مستكفيه ان كفايه قوي 2200 واط. بسم الله ما شاء الله، يبقى عجان بس يعني يعجن بس. انا جبت ده. بص بقى نفتحه اول حاجه. 10 لتر عجان 10 لتر. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، انا مش هعمل فيه حاجه دلوقتي زي ما قلت لكم، ان شاء الله انزل لكم فيديو مفصل عنه، يعني ده هيبقى لوحده كده. بصوا ده المضرب بتاعه ما شاء الله حلو جدا ما شاء الله. ماشي هنجرب كل ده بقى مع بعض. الحلو ان الضمان بتاعه سنتين، وبيقولوا يعني الراجل اللي انا واخده منه من عند العجال قال لي ان هو بعد 6 شهور لو لا قدر الله في حاجه بياخده ويستبدلوا لي بواحد جديد خالص. طبعا يعني شركه معروفه وما شاء الله شركه حلوه جدا، حققت مبيعات حلوه جدا. بقت لما بتيجي تعملي سيرش على عجال اول حاجه بيظهر لك عجال رفاع. مع السلاحين دول، ده بتاع العجن الحاجات التقيله، ده بتاع الحاجات التقيله اللي هو ده، يعني اللي هي فيها سمنه، القرص، العيش الفينو، الحاجات اللي هي التقيله دي. ده بقى بتاع الحاجات اللي هي الخفيفه، اللي هو ما فيهاش سمنه ياما، اللي انت عايزه يعني تعملي حاجات خفيفه كده، اللي هو ده. ماشي هعمل معاكم كل حاجه وهعمل لك كل حاجه.
انا اول حاجه هعملها معاكم ان شاء الله لبتين قرص. بصوا ادي كده ده مع الاتنين دول ما شاء الله تقيل تقيل وسمكه حلو جدا يعني ما شاء الله، يعني حاجه محترمه. بصوا بجد بجد انا فرحانه جدا، مهما اوصف لكم مش هتحسوا بفرحتي. انا بقيت ماشيه سبحان الله يعني. انا كنت عارفه ان انا يعني خلاص هو جه انا هجيبه بكره او هجيبه تاني يوم، لا فسبحان الله بقى رزقي. ولقيت الراجل قاعد فاتح، اول مره اعرف ان هو بيفضل قاعد بس ده. الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. بصوا سمك الحله بصوا وتقيله الحله ما شاء الله تقيله. دي اللي فيها كده يعني حتى الحاجه اللي جواها ما شاء الله يعني مهتمين بالحاجه، يعني فاهمين قصدي، مهتمين بشكل الحاجه. بصوا بقى جميله جدا جدا جدا. فيها الحتتين دول اكيد دول الموقع. الحله ما شاء الله حلوه. بصوا سمك قد ايه وبيض قد ايه. بصوا بقى هما بيقولوا ان ما تزوديش عن 2 كيلو دقيق، هما بيقولوا بتزيد يعني ممكن تاخد معاكي 3 كيلو دقيق الحله دي، فانت ما تكتريش من كيلو ونص ل 2 كيلو. ليه بقى؟ عندك هيبقى السوائل بتاعتك، عندك اللبن الميه ايا كانت تحطيها، السمنه الزيت، كل الحاجات دي انت بتحسبيها. انت مثلا لو عملتي 2 كيلو دقيق، يعني مثلا لو عملتي 2 كيلو دقيق بتحطي لهم مثلا يعني كيلو ميه او كيلو الا ربع ميه مع السمنه بتاعتك مع زيت ايا كان، فبتلاقي كله عدى 3 وحاجه. فده حلو قوي ما شاء الله عشان تحافظي على قوه الموتور بتاعك والعجان بتاعك. بصوا بقى ما شاء الله يعني ما شاء الله. شايفين كده؟ الحمد لله. انتوا سامعين التكه اللي انا سمعتها؟ بجد انتوا سامعين التكه اللي انا سمعتها؟ روعة ما شاء الله. احلى حاجه بقى فيه فعلا فعلا بسم الله ما شاء الله لسه حاسه بيها دلوقتي. يعني دي ايه؟ دي كرتونه، دي كرتونه عاديه خالص ما فيهاش حاجه اهو. بصوا بقى بصوا لزق في قلب الكرتونه. بصوا ما شاء الله يعني فعلا فعلا ما شاء الله ما شاء الله. بصوا بيلزق جامد وبيمسك، ده حاجه حلوه جدا وده مش هيبقى حاجه وحشه او حاجه، لا. دي حاجه جميله جدا ان هو لو بتحطيه مع الهز ومع الاختلاط بتاعه او كده مش ايه، مش هيتحرك من مكانه، هيفضل ثابت. فالوقت سريع كده. فيديو سريع ازاي؟ انا قلت اما افتحه قدامكم بما ان انا لسه جايه من بره ولابسه وكان وحشني، قلت بقى ايه اوريه لكم عشان انا فرحانه اوريه. هو اصلا ماسك يعني هو ماسك جامد. بص لازم تتاكدي كويس ان الحله يعني ايه، في حاجات مجوفه كده، حتت مجوفه لازم تبات كده، فاهمه قصدي؟ ما تفكرش ان الحله اكبر او لا. هتحطي ده الاول عشان لو حطيت الخطاف مش هتعرفي تركبي ده. في هنا الكام حته دولت بيخشوا في الحته دي وبيتقفلوا كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. بتلفيه بقى في الاتجاه اللي انت واقفه عليه عشان الحته دي تبقى اللي انت بتحطي منها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا المفروض ان انا اشغله، وعلشان دلوقتي هشغله فانا هضطر ان انا افصل الرينج لايت، الاضاءه اللي هي مبينه لكم الجمال ده. فانا دلوقتي هجربه هشوف هعرف اجربه معاكم ولا لا. غالبا لا. بصوا عايزه اقول لكم بقى، بصوا الجمال. بصوا هو ماسك يعني. بصي حاجه بسم الله ما شاء الله روعه. في حاجه بقى انا كنت مختاره ده التلاته في الواحد في واحد، الواحد في واحد. لقيته فوق كده مكان الخلاط، بس هو محتاج الخلاط. يعني انت لو وفقتي له شفشق خلاط كده او احتجتي بعد كده تدخلي خلاط هنا او خلاطك باظ او ما عندكيش خلاط،
فانت بتحطي الفتحه بتاعته اهي، بتاعت الخلاط اهي، ما شاء الله شايفين؟ يعني موجود برده كانه 3 في 1. يعني انت استغلتي ان هو 3 في 1. 3 في 1 اغلى، مش عارفه في حدود 1000 وحاجه 2000. انا القصه بتاعتي مش كاتش فلوس، القصه ان انا مش هستخدمه وانا عايزه العجان للموتور بس. يعني انا عايزه قوه الموتور للعجان بس، يعني هم عندي بس مش هستخدمه. المفرمه بتاعت المفرمه، بصي تتكي هنا وتسحبي دي كده، بصي. بسم الله الرحمن الرحيم. من تحت كده هي بتبقى ماسكه شويه لان هي اول مره، لان ما شاء الله هو جديد. ادي هنا بتاعت المفرمه اهي. انت طبعا مش هتجيبي مفرمه وهتستخدميه، بس هم حاطين لك الحاجه بتاعتها برده هنا. تضغطي كده وتقفلي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. حاجه روعه، حاجه محترمه جدا جدا. لو انت بجد ست بيت يعني يعني لو انت بجد بصي عايزه اقول لكم الفرحه مش سايعاني ان انا عارفه اتكلم. لو انت ست بيت بجد بجد، يعني احسن لك تجيبيه، احسن لك فعلا تجيبيه، احسن لك ليه تجيبيه للعجن. لو انت بتعملي معجنات ياما هيريحك، بتعملي وصفات هيريحك اللي هي فيها عجن، بتعملي فطير. كل ست بيت ما بتستغناش عنه بجد. انا كنت بعجن بايدي فتره واحده كده، مره واحده يعني فتره كده جات لي وجع في ايدي، مبقتش قادره ان انا اعمل حاجه، مبقتش ان انا عندي دراعي من هنا مش قادره ان انا استخدم دراعي، ما بالك بقى العجن ده روعه. بسم الله ما شاء الله. لو في عجينه حابه ان انت تعجني فيها ياما 10 دقايق، او الحاجات اللي هي الوصفات اللي بتاخد مننا عجن ياما زي الباتيه، العيش الفينو والقرص، ده روعه. بسم الله ما شاء الله. لو بتعجني 10 دقايق على ايدك او ربع ساعه، ده بتعجني فيه يعني في دقيقتين 3. بس في حاجه بقى، كل 5 دقايق بتوقفيه، بيريح نفسه. يعني كل 5 دقايق ما تقليش عليه، ما تزودوش، ما تشغلهوش اكتر من 5 دقايق، ما تزوديش عن 5 دقايق. فاهمه قصدي؟ تزوديه وتريحي. لو انت مثلا هتعملي 6 كيلو، ده ما بياخدش غير 2 كيلو، ممكن ياخد 3 عادي، بس ما تقليش. انت هتقلي كل دوت من الموتور بتاعك وضعف من الموتور بتاعك. في حد عمل عليه ريفيو ان هو بياخد 3 كيلو، انا ما رجحش موضوع 3 كيلو ده. يعني خلينا خير الامور الوسط في ال 2 كيلو وحاجه حاجه، لان ده برده يا جماعه يعني ده موتور. فاهمين قصدي ايه؟ فانت لو هتعملي 6 كيلو تعمليهم على 3 مراحل بس مش ورا بعض. تظبطي الحاجه بتاعتك واللبن بتاعك بس مش ورا بعض. يعني تريحيه 5 دقايق ما بين الحاجه والحاجه، او ما بين ال 2 كيلو وال 2 كيلو 5 دقايق تريحيه. وعامه هو بيقولوا ان هو فيه يعني حاجه كده زي حساس، لما بيسخن هو بيوقف لوحده. يعني لما بيسخن ويشتغل زياده عن اللزوم، لو حد مش فاهم هو بيوقف لوحده. تمام كده. بس بقى انا هشغله هجربه وارجع لكم. انا رجعت لكم يا سيدي، مش هينفع يشتغل مع انا رجعت لكم وانا مشغله حاطاه في الكهرباء. بصوا قلت اجربه هنا كده، مش عارفه هو هل هينفع على الكرتونه ولا. انا مش هجربه سرعه عاليه قوي، بس علشان هنا مش الرخامه. هو بسم الله ما شاء الله ماسك جدا جدا، ده حاجه جميله قوي مفرحاني ومريحاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. بص الجمال، بص الجمال، بسم الله ما شاء الله. لا دي السرعه التانيه. كده الرابعة، دي كده السرعة الرابعة. ده جميل جدا ان هو ما شاء الله زي ما هو صميم مختلف. ما شاء الله حاجة بجد محترمة، حاجة جميلة جدا. ما شاء الله ان هو واقف على كرتونة وماسك نفسه ما شاء الله. بصوا الجمال. لا بسم الله ما شاء الله بجد. رافال اخترعت حاجة محترمة، شركة محترمة، حاجتها محترمة جدا جدا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. فعلا جميل. انا بنصح فعلا كل واحده ما جابتوش وفي امكانياتك ان انت تجيبيه ما تتاخريش.